مساء الخير يا صديقي. ايه الاخبار؟ جاي لك النهارده وجايب لك موضوع مهم قوي. انت اكيد طبعا شفت اكل الصينيين عامل ازاي. الصيني كده زي ما بيقولوا يا صديقي ما بيعتقش. اي حاجه قدامه بتمشي، تعتبر وجبه ممتازه ومشبعه، سواء حشرات او حيوانات او حتى لحوم البشر. بس عايز اقولك ان الشعب الصيني ما اتولدش وهم بياكلوا كل الحاجات دي. الموضوع ده ليه بداية وأزمة كبيرة، فتعالى كده انا وانت نشوف الحكاية من البداية. الموضوع بدأ سنة 1955 في عهد ماو تسي تونج. عمنا ماو كان عايز يخلي الصين من الدول الرأسمالية ويعمل كده تقدم اقتصادي في سنين قليلة. فقال لك بس احنا هنطبق سياسة الإصلاح الزراعي السوفيتي على طريقة ستالين، وراح مصادر الأراضي الزراعية وطبق نظام العمل الجماعي الإجباري ولغى الملكية الفردية. فبكده يا صديقي البيوت والحيوانات والإنتاج الغذائي كلهم بقوا عبارة عن ملكية جماعية، وحط كل اهتماماته على الصناعات التقيلة، وأخد ملايين من الفلاحين وحولهم لعمال، سواء في صهر المعادن أو بناء الأفران. فبكده طبعا نسبة الإنتاج الزراعي قلت، واللي كانت وقتها تعتبر 80% من مصدر الغذاء في الصين. يعني زي ما نقول كده الباشا ضرب الإنتاج الغذائي بتاعه في مقتل. يسكت عمك ماو؟ أكيد لأ، وطلع حملة للقضاء على بعض الطيور والحشرات. قال إيه؟ عشان الحاجات دي هي اللي بتخلص على المحاصيل الزراعية. وملايين من الصينيين شاركوا في الحملة دي. الحملة اتسمت بحملة الآفات الأربعة، وكانت ضد الفئران والعصافير والذباب والبعوض. هو كان شايف ان الفئران بتنقل مرض الطاعون، وده وقتها كان بيقضي على مدن كاملة، والبعوض بينقل مرض الملاريا وده بيؤدي للموت، فبكده الايد العاملة هتقل. اما العصافير خصوصا وعصفور الشجر، لان النوع ده من العصافير العصفور الواحد فيهم كان بياكل تقريبا حوالي 4 كيلو جرام من الحبوب في السنة الواحدة. فبكده قصاد كل عصفور يموت الباشا هيوفر 4 كيلو جرام من الحبوب. بس اللي الأستاذ ما كانش يعرفه إن هو كده بيخل بالهرم الغذائي. وللأسف الشديد نوعيات تانية من الحشرات انتشرت، واللي كان على رأسها الجراد، واللي سبب أصلا القضاء على المحاصيل الزراعية تماما. وبسبب عمنا ماو وكل القرارات المهببة دي حصلت مجاعة الصين الكبرى، اللي كانت بين سنة 1958 لحد 1961، واللي راح ضحيتها تقريبا 45 مليون صيني نتيجة الجوع والمرض. طبعا بسبب المجاعة دي الناس بدأت تدور على أي مصدر أكل بديل، سواء بقى أعشاب، جذوع شجر، حيوانات، أي حاجة قدامهم. وده خلى أعظم مذبحة حيوانات في التاريخ تحصل، سواء قطط أو كلاب أو فئران. حتى الباندا ما تعتقتش. الناس يا صديقي كانت بتموت وما كانوش حتى بيلاقوا إيه اللي يدفنهم. وهو بصراحة برضو محدش هيبقى فيه حيل يحفر ويدفن وسط كل المهزلة والجوع ده. ومع ازدياد الموضوع وقلة مصادر الأكل بدأوا يتجهوا لأكل لحوم البشر. الموضوع بدأ بأن هما كانوا بيفتحوا القبور ويطلعوا الجثث، بس ما انتهاش لحد هنا. ده بدأوا يضحوا بالناس ويبيعوا لحمهم في السوق. وفي وسط الأوضاع دي كلها، وتحديدا كده في السبعينات وبعد موت ناس كتير، الحكومة بدأت تهتم بالحيوانات البرية، وشجعوا المزارعين إنهم يجمعوا الحيوانات دي اللي هي الفئران أو الثعابين أو الخفافيش ويربوهم، وبعد كده يبدأوا يبيعوهم في الأسواق. والحكومة عملت قوانين بتحمي المشاركين في استخدام الموارد البرية دي، وأشهرهم كان قانون حماية الحياة البرية اللي طلع سنة 1988، واللي بيقر إن الحياة البرية مملوكة للدولة. دول كمان وفروا حماية قانونية للعاملين في تربية الحيوانات دي. ونتيجة الكلام ده كله تربية الحيوانات البرية بدأت تكبر وتنمو في وقت قصير جدا، والموضوع ده بقى جزء
من ثقافة المطبخ الصيني. حتى بعد تجاوز أزمة المجاعة لسه برضو بياكلوا نفس نوعية الأكل اللي أنا قايل لك عليها. وظهر مفهوم كده في الثقافة الشعبية اسمه ديجينبو، وده معناه كده ملء الفراغ. بناء على المفهوم ده عندهم، هم معتقدين إن الأمراض بتصيب جسم الإنسان لما بيقل منه الدم والطاقة، بس بالمفهوم الروحي، مش زي ما معروف كده في علم الأحياء. فهم بيعتقدوا إن الأجزاء اللي بياكلوها في جسم الحيوان بتقوي وبتعالج المشابه ليها في جسم الإنسان. هشرح لك كده بالبلدي. يعني مثلا أكل التعابين والأعضاء التناسلية بتاعة التيران أو الخيول كويسة جدا للرجالة، والخفافيش اللي الكل شايف إنها المصدر الرئيسي لمرض كورونا وفيروس سارس، إلا إن الصيني شايف إنها كويسة جدا للبصر وتقويته. أما لحوم التعابين فبتدي قوة وطاقة رهيبة للجسم. ده كمان بيستخدموها كمنشطات، انت اكيد فاهم قصدي. وشايفين كمان ان الصراصير والحشرات مصدر مهم جدا للبروتين. بس الناس اللي مش اغنياء قوي بيتجهوا لاكل لحوم الكلاب، وبيشوفوا ان مطاردة الكلب قبل ما يخلصوا عليه بيزود من فوائده. ده حتى يا صديقي كل سنة في شهر يونيو في مدينة اسمها يولين في الصين بيتم تقديم الكلاب وطبخها في مهرجان اسمه ليتشي، وبياكلوا لحومهم لمدة 10 أيام. هم شايفين إن أكل اللحوم دي مع الفاكهة هيديهم الصحة والقوة في خلال شهور الشتاء. وبكده يا صديقي التقديرات بتقول إن تقريبا حوالي 10 مليون كلب بيتم استهلاكهم في الصين كل سنة. استناني بقى في الفيديو الجاي هكلمك عن أزمة حصلت في مصر وصلتهم إن هم ياكلوا لحوم البشر. وبس يا سيدي، هي دي كل الحكاية.